الحمد لله رب العالمين، يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد، فلا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يرزق ولا يرزق، يميت ولا يموت، يجير ولا يجار عليه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. تالله يا ربنا أنت بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. دنياي غرتني وعفوك عزني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. أيا من كلما نودي أجابا، ويا من بجلاله يغشى السحابا. ويا من رد يوسف إلى أبيه بعد أن طال الغيابا، وكلم في الدجى موسى بلطف حديثا ثم ألهمه الخطابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وحرر من شفاعته الرقابا. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد ملهوفا دعاك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله الذي سئل صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا رسول الله وآدم في الجنة؟ قال: كنت في صلبه، وخرج من الجنة وأنا في صلبه، وركبت السفينة في صلب نوح، وقذفت في النار في صلب إبراهيم. لم يلتقي أبوان لي على سفاح قط. لا يزال ربي ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الذكية مهذبا. لا تجتمع فرقتان إلا وكنت في خيرهما فرقة. رسول الله قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. مدحت العارفين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتقت السحابا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وما استعصى على قوم منال، إذ الإقدام كان لهم ركابا. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل. إذن سيكون الحديث عن العقل. خلي بالك، وربنا لما تكلم عن العلماء العقلاء قال: وما يعقلها إلا العالمون. عقل، عقول راجحة. ولذا كان أعلى درجات الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، إذا نظر العاقل إلى سمائه وأرضه
إلى هواء، إلى بحار، إلى ماء، علم أن هناك مدبر لهذا الكون. ولذلك عرف الأعرابي ربه وبدون رسول. ولما سئل يا أعرابي كيف عرفت ربك يا أعرابي بدون رسول، فأجاب قائلا سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، فالبعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ نعم، العقل، فالإنسان لا يحاسب إلا بعقل. ما عندكش عقل مالكش حساب، لأنك غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. العقول الراجحة لا أراها إلا أنها عقول المؤمنين وعقول العلماء استنارت بنور الله عز وجل. نعم، إنها العقول. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أعقل الناس صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة من الغزاة يقول جابر بن عبد الله كنا في غزوة من الغزاة مع رسول الله، فضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري وأنصاراه، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة، دعوها إنها دعوى الجاهلية. ووقف عبد الله بن سلول وأراد أن يشعل الفتنة عليه اللعنة، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يعي أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فوقف عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أن أضرب عنق هذا المنافق. قال لا يا عمر، ما يا عمر، اسكت يا عمر حتى لا يقول الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. عقول راجحة. نعم، وهذا إبراهيم عليه السلام حينما حاججه النمرود يحاجه في خالق السماوات والأرض، لكن إبراهيم عليه السلام صاحب العقل المنير، والقرآن يحدث بذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال النمرود أنا أحيي وأميت. انظر إلى العقل المستنير، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إنها العقول المستنيرة، إنها العقول المضيئة بنور الله تبارك وتعالى. نعم، ولما سئل أحد الفقهاء وأحد العلماء عن أفضل ما في الإنسان قال غريزة عقل. قال فإن لم يكن، قال صاحب مؤمن يستشيره. قال فإن لم يكن، قال فصمت طويل. قال فإن لم يكن، قال فموت عاجل. اللي ما يلاقيش حاجة في ده كله
يبقى افضل حاجة ليه ايه؟ الموت، فموت عاجل. نعم، انها العقول، انهم اصحاب العقول المستنيرة، اضاءت بنور الله واضاءت بالايمان. وهذا داود عليه السلام الذي ملكه الله الدنيا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. نعم، دخل رجل على نبي الله داود وقال: يا نبي الله، إن هذا الرجل بأغنامه نزلوا حرثي، أي نزلوا زرعي، فأكلت الأغنام جميع الزرع ولم تبقي من زرعي شيئا. فمكث داود وأجلسهما وبدأ يحسب ثمن الزرع وثمن الأغنام، فطلع إن ثمن الزرع قد ثمن الأغنام. فحكم للرجل صاحب الزرع بأن يأخذ الأغنام من الرجل، وخرج الرجل ولم يكن معه إلا كلب الحراسة، الكلب بتاع الغنم. فلقيه سليمان عليه السلام قال: ما الذي جرى؟ قال: لقد حكم نبي الله داود بأخذ الغنم مني وأعطاها لصاحب الحرث. قال له: إن حكمت أنا فسأخالف ذلك، أنا هحكم غير اللي حكم به أبويا، لأن سيدنا داود كان أبو سيدنا سليمان. واستدعاه داود قال: ماذا ترى يا سليمان؟ قال: أرى أن يأخذ صاحب الزرع، صاحب الأرض، يأخذ الغنم سنة أي عاما، فيحلب منها ويشرب ويستنفع بأصوافها وأوبارها، ويأخذ صاحب الغنم الحرث أي الأرض فيزرعها عاما ويردها على صاحبها كما كانت وبها الزرع. نعم، لقد حكم سليمان، ولذا قال ربنا: ففهمناها سليمان. نعم، سليمان نبي الله عليه السلام الذي دخلت عليه امرأة ومعها امرأة أخرى تشكو كل منهما إلى نبي الله سليمان، وكان لهما طفلان، فجاء الذئب فأكل طفلا، كل واحدة معها ولد. الذئب جاء فأكل طفلا من الأطفال، فكل من النسوة تقول: إنه ابني، دي بتقول ابني ودي بتقول ابني. فأجلسهما سليمان وقال لهن: ائتوني بسيفي. ماذا تفعل به يا نبي الله؟ قال: أقسم هذا الطفل نصفين، فأنت تأخذين شطرا والأخرى تأخذ شطرا. وإذ بأم الولد باكية وقالت: دعه لها يا نبي الله إنه ابنها. فعلم نبي الله أن هذه المرأة هي ابن الطفل الحي. نعم، إنها العقول العامرة فعلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. فلا بد من التفكر ولا بد من التدبر. يمكث الإنسان مع نفسه فيرى ما يصلحه ويرى ما يضره، يشوف نفسه، يعرض نفسه ويعرض عقله على الأشياء، إن كان فيها ضرر
فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول أيضا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.